يسمى مغازي وزير الموارد المائيه والري، كل عام وحضرتك بخير. حضرتك النهارده بتفطر مع معالي المحافظ اللواء محمد نعيم ومع ابناء قريتك في بشبيش. كل سنه وانت طيب، لكن لابد ان نطرح حضرتك على تساؤلات تشغل بال المواطن المصري. اول تلك التساؤلات غرامات الارز هذا العام، اخر موقف بالنسبه لي مع والله بس علشان نقول غرامات الناس لازم تبقى عارفه ان عندنا الميه مش مكفيه. الميه عندنا فيها زنقه، فعشان كده الدوله بتحط لكل مساحه الارض كل على مستوى الجمهوريه بتبقى عامله لها حوالي 1,000,000 فدان. بنبص نلاقي الناس مخالفه الرز وبيخشوا بحوالي 2 مليون فدان. طيب احنا عاوزين نتوسع في اراضي جديده، هنجيب ميه منين؟ فبنقول بلاش يا جماعه زراعه الرز الزياده المخالف، ونخلينا في الزراعات الذره اللي وغيره من الخضار. فطبعا كل مدى الناس بتزيد، المساحه مطلوبه انها تزيد، والا هنبص نلاقي نفس الاوقات احنا كلنا متركزين في مساحه صغيره. فعشان كده بنقول نادي الحقيقه الناس اللي في زراعه الرز المخالف، الحقيقه السنه دي يعني كان قرار رئيس الوزراء ان لا الغاء لغرامه الرز على المخالفين، والدوله بتاكد على هذا الكلام. طبعا الكلام يمكن الناس تزعل مني تقول والله وانت ازاي بتطبق علينا الكلام ده. الحقيقه دي يعني ان لم يكن السنه دي هنطبق هذا الكلام، احنا داخلين على زنقه ميه يا جماعه مش شويه. فنرجو من الساده المزارعين اللي هم لسه يعني ما كانوش زرعوا رز يعني يراجعوا نفسهم تاني، واللي زرع السنه دي وتكون اخر مره السنه دي، وان شاء الله السنه الجايه الكل يلتزم. الدوله لن تتراجع، زي ما بتشيل المخالفات على الارض الزراعيه، زي ما بتشيل الاعتداء على النيل، نفس الكلام الدوله ناويه بالنسبه برضه مساحه الرز نلتزم بيها بدون اي مخالفه.